امام عاشور ايقاف 4 مباريات، ايقاف 4 مباريات، يعني لحد الاسبوع التاسع مش هيلعب مع الاهلي. ده قرار خلاص رسمي خارج من لجنه المسابقات وما فيهوش جدال. وفي قرار ايضا يعني خارج هيبقى صدمه برضو لجمهور الزمالك، قرار صدمه، ايقاف جوميز 6 مباريات. اما لقوا الزمالك خلاص هيشد على المنافسه، الزمالك عدى الاهلي، الحرب هتشتغل يا جماعه، الحرب هتشتغل اللي انتوا عارفينها. هيحاولوا يوقعوا الزمالك، بس بأمر الله، ربنا ما بيتعاندش، وبإذن الله بإذن الله هو كده كده قرار ايقاف جوميز هيتاخد. انا بقول لكم ايقاف امام عاشور 4 مباريات، وايقاف جوميز 6 مباريات، ده موضوع منتهي. وايقاف ايضا الشيبي مباراتين، وايقاف مروان حمدي لاعب بيراميدز 6 شهور. كل ده بسبب ازمه لما يوم ماتش الاهلي لما اتظلموا في المباراه، واللفظ اللي قاله مروان حمدي. فامام عاشور خلاص ده لاعب قسما بالله مكسب انه يروح الاهلي. اولا يعني قبل ما يروح الاهلي، الاهلي كان واخد كل البطولات، فسواء امام راح ما راحش فهم كده كده كانوا قبلها واخدين كل البطولات. فهو لما راح خسروا نص البطولات، وباذن الله السنه دي هيخسروا كل البطولات. فالمكسب الوحيد ان امام عاشور راح الاهلي. كل الفضايح اللي يعني اللي انتوا شفتوها وفتح المبادئ، وزي ما جمهور الزمالك غنى لهم امبارح في استاد المحله، الاسبوع بقى 3 ايام خلاص. يعني قال لك ايقاف اسبوع ما يخشش التمرين مع اللعيبه. طبعا اول ما يتعادلوا، لا احنا محتاجين ايمان وصم المبادئ على طول، ما هي معروفه. مبادئ ايه بقى؟ ما فيش مبادئ. امام يرجع محتاجينه، مع ان امام ما بيعملش حاجه، بس مش مشكله، هنحط امام في القايمه. فده اللي حصل. امام جمهور الزمالك غنى لهم ال3 ايام، الاسبوع بقى 3 ايام زي كده، السبعه اكبر من التسعه، وهم الجمهور سبحان الله مختل عقليا. نسيبنا بقى من قصه امام مشاكل اللي فضح كل المبادئ، نروح لحاجه مهمه قوي. كان بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ الاهلي صاحب الشعبيه الاكبر في مصر. تعالوا كده نشوف في مباراه البنك الاهلي والاهلي، عدد جماهير الاهلي اللي بالمناسبه كانوا غضبانين ومش رايحين بسبب امام عاشور برضه، وبسبب ان الاداره متهاونه مع امام عاشور. شوف كده جماهير الاهلي، دول جماهير الاهلي اللي كانوا حاضرين مباراه الاهلي والبنك الاهلي، اللي بيقولوا على نفسهم صاحب الشعبيه الاولى في مصر. والماتش ده على فكره كان في استاد السلام، يعني في القاهره، يعني في المنطقه اللي الاهلي فيها. تعالوا بقى نشوف مين صاحب الشعبيه الاكبر في مصر. بص الزمالك اللي خارج القاهره في قلب المحله، بص جماهيره عامله ازاي. يا ابني احنا في الواقع وانتوا في المواقع. خليكوا انتوا كده على المواقع لجان الكترونيه، واقعدوا فابركوا واعملوا واتكلموا وهاجموا ومش عارف ايه. انما احنا بقى احنا على الواقع زي ما انتوا شايفين كده. وبالمناسبه ناصر منسي علمك امبارح يا ربيعه الحركه بتتعمل كده عشان خاطر ما تعملهاش تاني. ما هو انت كل ما هتعملها ناصر بيهيج، هتعمل له كده بص المره الجايه هيقلع لكم ملط. انا حسيت امبارح ان ناصر ماهر الجون الاول عمل لهم كده، الجون الثاني نام لهم في الارض. كنت حاسس وخايف ان ناصر منسي يجيب الجون الثالث والهاتريك، وقسما بالله ويقلع لهم ملط. فناصر منسي عفوا، ناصر منسي بقى هداف الدوري. ناصر منسي قسما بالله بقى احسن 9 في مصر. هو الجون الاول اللي جابه ده جون يعني ما يجيبوش اي مهاجم، ده يجيبه ليفاندوسكي، كيلين امبابي، حاجه كده فخامه. فناصر منسي، مش عارف بتلخبط بين ناصر وناصر، ربنا يكتر من النواصر اللي عندنا. ناصر ماهر ربنا يشفيه ويرجع لعيب طبعا عالمي. بس في حاجه بقى، الاسيست بتاع عبد الله السعيد ده، ازاي يعني انا هقنع نفسي ازاي عبد الله السعيد شاف ناصر منسي وعمل له الاسيست في الكرة دي؟ يعني حوالين 8 لعيبه من المحله، وهو بيستلم الكرة ظهره اصلا مش شايف ناصر منسي، عمل الاسيست ده ازاي؟ بجد انا اقتنع ازاي بالاسيست ده يا عم عبد الله السعيد؟ بجد 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 قسما بالله اسطوره يا عبد الله، اسطوره. يلي يعني كان زيزو يعني 80% من قوه الزمالك، انت جيت يعني خليت زيزو 50 وانت 50. بجد عبد الله السعيد مكسب كبير لنادي الزمالك. الف مبروك لجمهور الزمالك الفوز والفرق نقطه عن المصري. يعني احنا المصري بقى الاول، الزمالك الثاني، اللماليم الثالث. كان بيقول لك ايه بقى؟ المنافس بتاعنا بيراميدز. بيراميدز خد مكان الزمالك في الدوري، يعني يبقى الاهلي الاول وبيراميدز الثاني. اهو دلوقتي المصري والزمالك في الصداره، وانتوا الاثنين باذن الله هتطلعوا على الكونفدراليه. جمهور نادي الزمالك، وان شاء الله القادم افضل، وكل التوفيق في المباراه القادمه امام انيمبا النيجيري. باذن الله نرجع بالثلاث نقاط.